النهاردة هنعمل مع بعض فطيرة مش عادية إطلاقا. خلونا بقى نغير في شكل المخبوزات بتاعتنا ونقدمها بشكل جديد ومختلف. هنعمل وردة الفراولة، عجينة طرية جدا وهشة جدا، وحشوة الفراولة الطازة بطريقة بسيطة جدا، بس في النهاية بنقدم حاجة شكل وطعم مختلف، وأنا واثقة إن هي هتعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. أول حاجة هنجهزها مع بعض هي الخميرة. معايا كوباية إلا ربع من الحليب يكون أزيد من الدافي سنة بسيطة، معلقتين كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هقلبهم كويس جدا جدا وأغطي الطبق وأسيب الخميرة كده تنشط لمدة 10 دقايق. على بال ما الخميرة كده تنشط هنحضر مع بعض الدقيق. 3 كوبايات ونص من الدقيق المنخول، وأنا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات. هضيف عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر وأقلب كويس جدا. بعد ما أتأكد إن الخميرة نشطة هضيف كده على الخميرة بيضة واحدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، معلقة صغيرة من الخل الأبيض، وربع كوباية من الحليب البودر، وأقلب المكونات السائلة كويس جدا جدا لحد ما قوامها يكون ناعم بنفس الشكل ده. هبتدي بقى دلوقتي أضيف الدقيق شوية بشوية على المكونات السائلة، سواء بنعجن في العجان أو بنعجن بإيدينا. الموضوع سهل وبسيط جدا، أهم حاجة بس ما نحطش كل كمية الدقيق مرة واحدة. هننزل كمان الجوانب علشان نساعد كده العجان إن العجينة كلها تكون قوام واحد. حسيت إن العجينة بتاعتي لسه محتاجة سوائل، فهضيف ربع كوباية من الحليب الدافي، هضيفه على مرتين. وآخر حاجة نص كوباية من الزبدة الطرية جدا، وأعجن مدة ما تقلش عن 8 دقايق. كده خلاص العجينة بتاعتي بقت جاهزة، ناعمة جدا وطرية جدا وقوامها في منتهى الجمال. هشكلها كده على شكل كورة كبيرة، أحطها في طبق مدهون بزيت وأدهن وشها بزيت. وأحسن حاجة تغطوا بيها العجينة ورق الاسترتش، لأنه حقيقي بيدي نتيجة حلوة جدا للعجينة أثناء التخمير. دلوقتي هنحضر مع بعض حشوة الفراولة. ربع كيلو بس من الفراولة غسلتها كويس جدا وقطعتها لمكعبات صغيرة. هحطها كده في الكسرولة أو في الحلة، وهضيف عليها من كوباية إلا ربع الكوباية من السكر زي ما انتوا عاوزين، وأسيبها كده على درجة حرارة متوسطة. كل ما تطلع ريم هشيل كده الريم وأسيبها كده لحد ما تستوي تماما. وآخر حاجة معلقتين كبار من النشا، وهدوب النشا في معلقة كبيرة من المية الباردة. لازم النشا يدوب تماما. هضيفه كده شوية بشوية وأنا بقلب في الفراولة. ما تقلقوش إن اللون بتاعها فاتح، هيرجع لونها يكون غامق تاني. أهم حاجة إن قوامها يكون تقيل بنفس الشكل ده. هنقل بقى كده الفراولة في طبق تاني وهسيبها لحد ما تبرد تماما. الصينية بتاعتي حطيت فيها ورق من الزبدة، وهدهن ورق الزبدة كمان بدهنة بسيطة جدا جدا من الزبدة الطرية. الزبدة بتدي كراست حلو جدا للعجينة من تحت، وبتخلي كمان اللون حلو قوي. بعد ما اتأكد كده ان العجينة اختمرت ما شاء الله ناجحة جدا وطرية جدا زي ما انتوا شايفين كده، الكاونتر هرشه برشة بسيطة من الدقيق، والنشابة كمان همسحها بالدقيق. اخد العجينة وافردها كده بشكل مستطيل. العجينة ما شاء الله مكوناتها حلوة قوي ومعجونة كويس جدا، علشان كده هتلاقوها بتتعجن معاكم بمنتهى السهولة. اهم حاجه بس ان سمك المستطيل ما يكونش عالي قوي ولا يكون رفيع قوي. دلوقتي معايا ربع كوبايه بس من الجبنه الكريمي، هحط كده الجبنه على شكل نقط وبعد كده افردها كويس قوي على العجينه. ممكن كمان نستغنى عن خطوه الجبنه، بس هي عطت طعم حلو قوي. بعد ما حشوه الفراوله بردت تماما برضه هحطها فوق الجبنه واسويها كويس قوي. ولو اتبقى معاكم كميه من الفراوله شيلوها في التلاجة، هي زي المربى بالظبط. ارجع بعد كده الف بقى رول، واهم حاجه نظبط كده الرول من البدايه علشان يطلع معانا مظبوط في النهايه. شوفوا العجينه مظبوطه ازاي وحلوه ازاي، وفي الاخر خالص هقفل كويس قوي. اظبط بقى السمك علشان كله يكون سمك واحد كده مظبوط جدا. اي طبق عندكم بيدخل الفرن ادهنوه كده بدهنه بسيطه من الزبده علشان ما يلزقش في العجين. انا كنت عاوزه ان الورده تكون مفتوحه من النص. هلف بقى كده العجينه على الطبق واقفل كويس جدا. ظبطوا بقى الشكل كده وظبطوا كمان سمك العجينه واقفلوا كده في النهايه كويس قوي. وعلشان نحقق بقى شكل الورده نبتدي كده نقطع بنفس الشكل دوت. اهم حاجه بس ما تبداوش من فوق قوي، وحاولوا كده بمجرد النظر ان فروع الورده كله يكون قد بعض. بعد كل تقطيعه والتانيه لازم تمسحوا السكينه علشان ما يبقاش فيها فراوله ويبوظ شكل الورده من فوق. في الاخر خالص هنمسك كل فرع كده ونقلبه كده بنفس الشكل ده، وكده خلاص بقت جاهزه. اخر حاجه ندهن شكل الورده كده من فوق بدهنه بسيطه من الزبده. تدخل فرن درجه حراره 180 لمده 30 او 35 دقيقه. هنغطيه علشان الوش يفضل طري معانا، وبعد كده بسباتيلا كده نحاول نطلع الطبق من النص. انا زينتها بنفس الشكل ده، شرايح من البرتقال والفراوله، وبعد كده حطيت شويه كده من الجبنه الكريمي. مش قادره اوصف لكم شكلها في النهايه كان جميل قد ايه، واعواد كمان من الروزماري. شوفوا بقى شكلها جميل ازاي، في منتهى الجمال، وحشوه الفراوله باينه وطعمها حلو جدا جدا. في المجمل الطعم حقيقي رائع.
وبس كده، وصفة النهاردة خلصت. أتمنى إن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكم. مستنية رأيكم فيها، وأشوفكم إن شاء الله على خير. بألف هنا وشفا، وباي باي.